وبنى الجامع ده، بس بناه على مرحلتين. المرحله الاولى بنى الجامع لحد لو احنا خدنا بالنا هنلاقي العمدان واصله لحد ارتفاع وساكته، يعني العمود قبل الاقواس الصغيره دي دي كده فتره. لما بنى القصر الابلق والديوان بتاعه، اكتشف ان قبه الديوان كانت عباره عن قبه عملاقه وفوق منها طائر عملاق من الذهب، عرضه حوالي مترين تقريبا او 3 امتار فوق القبه، بس كانت القبه بتاعت القصر اعلى من قبه الجامع، فامر بهدم سقف الجامع بالكامل وراح معلي القبه دي. حتى القبه دي لو بصينا على شكلها اللي هي منفصله عن سقف الجامع، ودي كانت خدعه معماريه ناجحه. يعني وانت واقف بره استحاله تحس ان القبه مضافه للجامع او المربع بتاعها مضاف للجامع، مع انها باينه قوي ان هي مختلفه عن السقف، لها اعمده لوحدها.